ناس كتير بتدخل الجيم وتركز على التمرين والأكل وتنسى أهم عنصر في الأداء كله وهو المية. شرب المية أثناء التمرين مش رفاهية، ده أساس القوة والتحمل. أول فايدة إن المية بتحافظ على حجم الدم، وده بيساعد الأكسجين يوصل للعضلات بشكل أفضل، يعني طاقة أعلى وأداء أقوى. كمان المية بتنظم درجة حرارة الجسم، لأنك مع العرق بتفقد سوائل، ولو معوضتش ده جسمك يتعب بسرعة وتحس بدوخة أو إرهاق. شرب المية كمان بيقلل الشد العضلي والتقلصات، وبيخلي العضلة تشتغل بسلاسة أكتر. غير كده الجفاف حتى لو بسيط بيقلل القوة والتركيز، وده يخليك ترفع أوزان أقل من قدرتك الحقيقية. والمية كمان بتسرع التعافي بعد التمرين، لأنها بتساعد في نقل العناصر الغذائية وطرد الفضلات من العضلات. علشان كده اشرب مية قبل التمرين، ورشفات منتظمة أثناء التمرين وبعده كمان. لو عايز أقصى نتيجة من الجيم ما تستهنش بالمية، لأنها أبسط حاجة وأقوى تأثير. ولو عايز فيديوهات أكتر على التمرين الصح والتغذية ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.